كيما كاين شبح صفرا باللوز، كاين شبح صفرا بجوز الهند اللي تعلمت من الوالده نتاعي اللي كانت تحضرهم لنا في رمضان ونشبحوا بهم الميته. خلوني من تعليقاتكم السلبيه، كيما قالوا البقلاوه تجي غير بالجوز واللوز وما تجيش بالكاوكاو. ديروا جامو ابوني وتابعوا معايا الوصفه، على بالي راح تعجبكم هذه الوصفه واكيد راح نجربوها. اذا تابعوا معايا المقادير. اول مرحله فينا عندي حبه نتاع البيض، راح نضيف لها ملعقه كبيره نتاع السكر، واكيد مبشور الليمون في هذه الوصفه اللي لازم ما يستغناش عليه. راح نخلط المكونات حتى يذوب معايا هذاك السكر. انا حضرت لكم كميه قليله تقدروا تضاعفوا المقادير. هنا عندي 3 مغارف كبار نتاع جوز الهند اللي يكون مرحي، يعني ارحوه باش يجيكم طري. راح نضيف له ملعقتين نتاع حليب البودره ونخلط مليح. اذا جاكم الخليط نقصوا شويه نتاع جوز الهند تقدروا تضيفوا ملعقه، كما انا هنايا كان شويه جاري، ضفت له ملعقه كبيره نتاع جوز الهند، وربع ملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات، وملعقه صغيره نتاع الزبده. نخلط مليح ونعجن مليح كما راكم تشوفوا حتى نحصل على عجينه بهذه الطريقه تكون طريه. نوزنها 15 غرام ونبدا نقلي فيهم يعني على نار تكون متوسطه في زيت يكون غزير. فوالا كما راكم تشوفوا نقلي الحبيبات نتاعي ونقلبهم حتى نتحصل على هذا اللون الذهبي الخفيف. صدقوني لو كان جربوا هذه الوصفه على بالي ما راكمش رايحين تستغناو عليها، وعلى بالي عشاق جوز الهند راح تعجبهم هذه الوصفه. وراح نقول لكم على بروشين في وصفه جديده.